السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور القاضي، المطبخ نور القاضي. هنعمل النهاردة كفتة بطريقة كده مميزة، تنفع معاكم كشوي او كتحمير في الصينية على البوتاجاز او في الصلصة او مع البشاميل. هتعجبكم قوي، طريقتها تحفة. والكيلو اللحمة المفرومة بيعمل معاكم كمية كتير جدا، يعني دي كانت عاملة معايا حاجة و40 قطعة. بصي، انا دلوقتي جبت اللبابة اللي جوه العيش الفينو، جبت منها مثلا ب5 جنيه عيش فينو، طلعت منه اللبابة وحطيتها في طبق، وحطيت عليها نطرات كده من المية زي ما انتوا شايفين، مش تبللوها خالص، نطرات يدوبك تبقى عاملة شبه الاسفنج كده، حاجة بسيطة. جبت بقى شبت، وحطيت اللحمة المفرومة، وحطيت فصين توم، وحطيت كان عندي مكعبات من اللي او الدهن، وحطيت عليهم كيس من الماجي بتوابل الكفتة، وشوية ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح وبس. ده اللي حطيته. هنضربها كويس بقى في الكبة، وما تطلع هنصبعها ونعملها كور. انا قلت اعمل لكم كده قدامكم كام كورة كده. دي في الصينية هي تنفع معاكم في الشوي، تنفع معاكم بعد كده بقى. انا هفرزها اصلا لرمضان. هعملها مثلا مرة في كفتة داود باشا في الصلصة، هعملها مع البشاميل، هعملها مثلا شوي، براحتك خالص. بس انتي تعجبك باي طريقه. انا حطيت معلقه ليا، انا بحب الليا، ممكن تحطي انتي معلقه سمنه او ممكن ما تحطيش خالص، براحتك. هي كده كده هتنزل دهان. انا عملتها عشان احطها في عيش فينو، وسبتها تستوي على نار هاديه خالص، توطي النار جدا وتقلبي كده كويس. ودي شكلها اهي، طعمها بجد كانت قلب ريحه البيت. اولا كريحه وطعم تحفه. هنصبعها بقى. انا عملتها شكلين، شكل ينفع للشوي وشكل ينفع بقى اللي هي زي كور كده للطاسه، او في الطبيخ او كده يعني. ده شكل عملته كشوي. عملت معايا كمية محترمة. ودي ككفتة في الصينية، او ككفتة اللي هي داود باشا في الصلصة وكده، برضو تحفة قوي. هحطها كده بقى بالفريزر تجمد، وبعد كده اطلعها احطها في اكياس واعينها بقى رمضان. جربوها هتعجبكم قوي، وكمية كيلو هيعمل معاكم كمية كبيرة جدا، يعني ممكن يعمل 2 كيلو. جربوها وقولولي، مش هتندموا والله. سلام.